يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الرزق. آه قبل ما اقول لكم انا بعمل ايه، تعالوا احكي لكم حكايه صغيره. ابني بيجيب بطاطس من مكان مشهور كده، من محل مطعم يعني. بيجيب بطاطس، قلت له يا حبيبي البطاطس دي مسلوقه ومتحمره. يا مامي دي مش عارفه ازاي، دي بحطش عليها غير ملح وكمون بس، دي بقى عاملينها بالكمون. فدار بقى نقاش طويل بيني وبين ابني ان انا هعمله البطاطس دي. وقعدت احكي له ان البطاطس دي يعني امي انا الله يرحمها زمان واحنا صغيرين كانت تعمل لنا البطاطس دي وتسلقها وتحمرها وترش عليها الملح والكمون بس، ما تعملش حاجه اكتر من كده عليها. وكانت هي بتبقى اكله كده كامله، يعني الكشري اللي هو الاصفر، اللي هو الرز مع العدس الاصفر، والبطاطس دي وسلطه، والبيض المسلوق، الكشري الاسكندراني. يعني الأجيال الجديدة وولادنا السن كمان الصغير ده، للأسف إن هم في حاجات كتير جدا فايتاهم وما يعرفوهاش. لذلك لما أكلوا البطاطس دي قال لك ويدجز. هي دي هي يا حبيبي، هي دي ويدجز بقى البلد 800 سنة ويدجز. فلا بجد، الجيل ده مظلوم، الجيل الجديد كله مظلوم بجد. لأ، تعالوا بقى نرجّع لهم الأكلات القديمة والأكلات اللي كانت أمهاتنا بتعملها، عشان هم لمّا يشوفوا حاجة طلعت trend في مكان، يقولوا لأ دي مامي مثلًا أو بابا أو حد مثلًا من أهلي حكى لي إن دي كانت أكلة زمان، ما فيهاش أي حاجة. بطاطس تتقشّر وتتغسل وتتقطّع صوابع تخينة شوية، وتتسلق في مَيّة بملح وكمون. طبعًا ممكن على فكرة تقدري تسلقيها كاملة وأنتِ تقطّعيها صوابع تخينة شوية. هي دي طبعًا اللي هُم بيشتروها من المطعم، بتبقى حجمها صغير أوي، لإن هُم بيبقوا جايبين البطاطس اللي هي عارفين البلي دي بتاعة زمان برضه، البطاطس الصغنونة دي، وبيقطّعوا البطاطساية الواحدة 4 قطع، يعني 4 كل نُص يتقطع نُص، فاهمين؟ يبقى شكلهم مثلثات كده. فطبعًا أنا عندي البطاطس حجمها كبير يعني، ده الفرق. فهتبصوا تلاقوا ولادكم يفرحوا ويتبسطوا، بنعمل لهم الحاجة والله الباكت قد 4 صوابع إيدِك، عارفة يعني إيه قد 4 صوابع إيديكِ؟ ب30 جنيه. طب ليه؟ حرام، نعملها لهم إحنا في البيت. إحنا هنشتغل على البطاطس الفترة اللي جاية عشان كل الولاد بيحبوا البطاطس، ونعملها بكذا طريقة بقى من غير زيت كمان، يعني نبعد عن الزيت. انا هنا بقى خلاص صفيت البطاطس وبحمرها، وقشرت توم وخرطته كده شرايح. الفول اللي بالزبده والثوم طبعا انتوا عارفين انا ولادي بيحبوه. دي معلقه سمنه فلاحي، وهحط حته زبده. انا بحط معلقه السمنه الفلاحي مع الزبده، برغم انها الزبده البيضه برضو الفلاحي برضو الجاموسي. بس انا يعني عشان ما تتحرقش الزبده مني، فلازم احط كده معلقه سمنه بلدي معاها. هو الفول ده اسمه كده بالزبده والثوم، ولادي بيحبوه جدا. وعملت لهم الويدجز وهتشوفوا بقى الايه النقاش والحوار دلوقتي اللي دار بيني وبينهم. هنا انا هحط الثوم، انا هسيبه بقى على الزبده بالراحه كده على هادي، عشان ايه؟ يسلي يطلع ريحته في السمنه، مش هعلي عليه. البطاطس دي من قديم الازل يا وجهي. بيسموها ايه بقى؟ بطاطس مسلوقه ومحمره، بنسميها ايه؟ نانا بتعمل لنا بطاطس دي بقى، انت ما قلت لي عليها كذا مره، قلت اعملها لك. نانا كانت بتعمل لنا البطاطس دي، واحنا وقت صوتك يا ادم. نانا بتعمل لنا البطاطس دي من واحنا اصغر منكم، من واحنا عيال صغيره كانت تعمل البطاطس دي مع الكشري اللي انتوا مش بتحبوه، اللي هو الرز مع العدس الاصفر ده. البطاطس دي اساسيه، والسلطه لازم، والبيض المسلوق. دي اكله كده. اللي انتوا بقيتوا دلوقتي بقى اسمها ايه يا اخويا؟ ويدجز. اهو ويدجز، هي دي ويدجز يا حبيبي. بس دي بقى من قديم الازل، من ايام الفراعنه. بس ويدجز، بصي ويدجز بيعملوها كده كله الحجم ده او اصغر كمان. ايوه انت قلت لي قبل كده البطاطس، ما اعرفش البطاطس البلي ده ولا الصغيره دي بتاعت السلق. هي بيعملوا بيها. ما هي البطاطس دي بقى كانوا زمان بقى كمان يجيبوها يسلقوها ويعملوها مهروسه. بحب برضه البطاطس مهروسه. بعمل انا حته بطاطس مهروسه، ودي ما يترشش عليها غير ملح وكمون.
يعني شوف بقى ما يترشش عليها غير ملح وكمون. انا معاك. والكلام ده انا بكلمك وانا اصغر منك بكتير من واحنا وانا مش هحط صغيرين البهارات. طول عمرنا لغايه ما كبرنا ونانا بتعمل لنا البطاطس دي اللي بقت دلوقتي برقم 30 جنيه. 30 جنيه. طبعا بما انه قال لي انا بحبها قوي وادم قال لي انا كمان عايز، طبعا البطاطس دي مسلوقه بس مش مسلوقه كويس قوي عشان دي هحمرها بس انا ضغطت عليها بالهراسه كده وحطيت عليها شويه زيت ذره واحط عليها شويه كمون وشويه ملح، وعندي عودين بقدونس على شبت على كزبره. عندك حاجه واحده ماشي، ما عندكيش لو عندك حته فلفل اخضر ماشي، حته فلفل حامي اخضر ماشي، هيمشي الحال والله ما هيقول لا برضو. فطبعا قالوا عايزين ناكل بطاطس مهروسه فعملت لهم بالمره هي ليله بطاطس بقى. طبعا زي ما سمعتوا النقاش وشفتوا الحوار داير ازاي، ان يعني فعلا دي حاجه قديمه جدا جدا، يعني انتوا النهارده ليها مسمى وحاجه انتوا مستغربينها. احنا اكيد كتير مننا اللي مامتها اللي جدتها كانت بتعملها زي تسلق البطاطس. كانوا زمان يسلقوا البطاطس والله الصغيره دي اللي هم دلوقتي بيعملوها في المطاعم وفي المحلات. البطاطس المدوره الصغيره دي كانت دي تتسلق وتتقشر ويقطعوها صابع ويحمروها او يعملوا منها البطاطس المهروسه. هنا بقى انا كنت زي ما قلت لكم خليت الثوم يسلي كده واحده واحده، يستوي واحده واحده لغايه ما لونه خد اللون الذهبي زي ما انتم شايفينه اكيد باين يعني. رحت حاطه على طول الفول ده اللي انا مدمساه، حاطه فيه شويه ملح وشويه ميه ومقلبه الكيس كده في بعضه وسخنته في الميكرويف، وعشان كده انا هفضيه على طول. انت لو ما عندكيش ميكرويف تقدري تسخنيه، يعني ما تحطيه في الطاسه تسيبيه لما يسخن كويس وحاولي ما تقلبوش. يعني انا بحب بصراحه ايه السمنه على وش الفول كده ايه سايحه ونايحه، يعني عارفين مع التومه كده يعني بتلمع كده على الوش يعني. هتروحوا في داهيه لو رحتوا مشيتوا ورايا. انتوا حرين. فالزبده دي مع السمنه البلدي بتبقى خطيره. انا ما بحبش اقلب الفول كتير عشان كده بقلبه بالميه والملح واسخنه قبل ما اشتغل بيه عشان ما اقلبهوش كتير. وحطينا بقى ورشينا رشه الملح والكمون كده على البطاطس وقولوا ايه ده كنا بنفطر متاخر على فكره، يعني ده كنا بنفطر متاخر فاعتبروه كان فطار وغدا، ويومها ما عملتش غدا وتعشوا برضو اي حاجه كده، والحمد لله فضل ونعمه. بصوا الاكله وجمالها، بصوا شكلها يفتح النفس. حطيت بقى انا حته جبنه بيضه كده مع كام قطعه جبنه المثلثات وحبه الفول بالزبده اللي سايحه ونايحه كده على الوش دي مع الثوم، وبطاطس مهروسه مع الخضره. وايه تاني؟ والبطاطس بقى الويدجز. وفي بقى حاجه ما تستغربوهاش، ورق العنب اوعي تستغربيه. اولا هو بارد ساقع وعصر عليه ليمون وساقع كده وبناكله مع الفطار، او يعني بناكله كده ايه يعني حاجه كده بنتسلى بيها وهو بارد كده، يعني غير لما بيبقى سخن ولسه طازه برضه بيبقى ليه طعم مميز قوي وهو بارد ومعصور الليمون عليه كده. وده كان اكلنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستنوني في فيديو